عسلامة، مرحبا بكم في كويزين فوفا. اليوم باش نحضروا مع بعضنا نواصر مفورة نودكم ولا نشهيكم. النواصر التونسية اللي نعرفوها. هنا قلينا الفلفل، بنة الفلفل ياسر كي تقليه مع قبل ما تفوح فيحك. هنا حطينا البصل الأخضر واللحم وطرف ثوم. البصل الأخضر المرة دي أنا حطيته العروش متاعو خاطر يبنن على الآخر. زدتو حمص منفخ. وهنا التوابل متاعنا اللي هي فلفل أكحل، كركم، تابل وكروية وفلفل زينة حار، وحطيت زنجبيل. انا تغرمت بالزنجبيل خاطر مفيد ياسر. حطيت مغرفة كبيرة متاع طماطم معجونة ومغرفة صغيرة متاع هريسة عربي فاوحة وحارة. اللي ما يحبش الحار ما يستعملش الهريسة العربي. نحركوا الفاح متاعنا الكل ونحطوه يتقلى على النار ومن بعد نمرقوه حتىش لين تتغمق الصوص متاعنا الكل. انا مرقته بنص لتر محسوب ماء باش نزيد عليه الخضرة متاعنا اللي باش تطيب هي واللحم في عقلها سلة سلة. هنا جينا للنواصر متاعنا نحطو، عملت نطل النواصر انتي وكمية اللي عندك، تنجم تعمل اكثر كيما تنجم تعمل اقل. صبيت لها شوية زيت نباتي باش نجم تتحل، مغرفة ملح صغيرونة. وحطيت هنا الفلفل الأكحل، واللي ما يحملش الفلفل الأكحل ولا ما ياكلوش يستغنى عليه لهنا، مش لازم يحط فلفل الأكحل، يحط زيت وملح باش تتحل الكعبة. بديت نفور فيه وكل مرة نمرق النواصر متاعنا ونرجع نفور، محسوب 3 مرات انا عملتها. وبعد لهنا النواصر متاعنا اتفورت نحط نجمرها في الفور. صبيتها كلها في الفور في البلاتو متاعي باش تتجمر، ومرقتها بشوية صوص باش ما تجينيش شيحة كي نحطها في الفور. وهنا النواصر متاعنا بسم الله ما شاء الله باش تشوفوها كيفاش حضرت وبنينة مصلي على النبي، تعمل 66 كيف. صحة وبشفاء، وكان عجبتكم حطولي جيم وكومنتير.